هي الأعمال التي تكفر ذنوب الخلوات؟ سؤال جميل جدا يا جماعة. إيه هي الأعمال اللي لو عملتها تكفر لي ذنوب الخلوات وتكفر لي أي ذنب؟ أول حاجة لازم أعملها يا جماعة هي التوبة النصوح. قول لي يا شيخ إزاي أتوب توبة نصوح، توبة صادقة؟ أقول لك إزاي. أولا تندم على ما فعلت، خلاص يا رب انا ندمان وزعلان ومتضايق اللي انا بعمل الذنوب دي يا رب. ثانيا الا تعود الى الذنب مره اخرى. انت دلوقتي عملت ذنب اوعى ترجع له مره تاني، ودي شرط من شروط التوبه. مش انا بقى خلاص يا رب انا تبت وتقعد ترجع لي للذنب تاني، لا، لازم تندم على ما فعلت ولا تعود الى الذنب مره اخرى. ثالث حاجه لازم بقى تقلع عن الذنب، مش تبقى بتعمل الذنب وتقول يا رب انا تايب، لا، اقلع عن الذنب. يبقى تعمل ايه؟ تندم على ما فعلت، لا تعود الى الذنب مره اخرى، تقلع عن الذنب. تاني حاجة الصدقة يا جماعة، جميلة جدا اللي انت تطلع صدقة بنية ان ربنا عز وجل يكفر لك الذنوب. يا جماعة الصدقة تطفئ الخطايا او تطفئ غضب الله عز وجل كما يطفئ الماء النار. الصدقه يا جماعه امر عظيم. يبقى اعمل ايه؟ اتصدق، اطلع صدقه بنيه ان ربنا عز وجل يغفر لي. ثالث حاجه ان انا اصلي ركعات في قيام الليل ومحدش شايفني ولا حد عارف عني اي حاجه، اصلي ركعتين 4 قيام ليل بنيه ان ربنا يغفر لي كل الذنوب اللي انا عملتها. ورابع حاجه يا جماعه استعن بالله عز وجل. ربنا هو القادر انه يخليك تبطل اي ذنب، سجاير، زنا، اي ذنب. لو استعنت بربنا والله يقدر يشيل عنك اي ذنب، لانه هو القادر على كل شيء. ربنا يبارك فيكم ويتوب علينا ويصلح حالنا وحالكم. ومهما يا جماعه الانسان رجع للذنب لا تيأس ابدا وتوب الى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله كل خير. كل واحد يا جماعه يعمل شير للفيديو ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله.